ازاي بقى تتبلي البفتيك بتاعك ويطلع معاكي اللحمه دايبه بعد ما يتقلي؟ بصي، انا بجيب بصلايه على طماطمايه في الخلاط، وبعد كده تصفيها كويس جدا. هتاخدي الميه بتاعتها فقط مش القشر، عشان القشر ده بيتحروق معانا. صفيها كويس، صدقيني الطماطم بتبقى طعمها فظيع مع البفتيك. صفي بقى الكميه دي كبيره شويه على الكميه اللي انا عاملاها من البفتيك، بس ممكن ناخد شويه صغيرين. خلاص كده حلو قوي. تمام. هنحط كمان اللي هيخلي معانا اي لحمه تستوي بسرعه جدا شويه من السكر. اي لحمه عايزاها تستوي بسرعه حط لها معلقه صغيره من السكر، وهنحط شويه خل. التوابل بقى بتاعت البفتيك ما بيحبش توابل كتير خالص، هو فلفل وملح. وانا بحط البقسماط ابقى احط لكم التوابل بتاعت البقسماط. قلبي التتبيله دي كويس جدا، ويا ريت تسيبيها ليله كامله، وممكن ساعه او ساعتين، بس لازم تقعد فيها شويه عشان كل ده طبعا بيضطر البفتيك معانا وبيشرب من الصوص، فما بياخدش وقت معانا خالص في التسويه بتاعته اثناء ما هو بيتقلي. وبس كده. دي النهارده كانت تتبيله البفتيك. بكره ان شاء الله هقليه معاكم واوريكم قد ايه هو بيبقى مستوي جدا وجاي بدوب. صباح الفل.